يحكى أن ديكا كان يؤذن عند فجر كل يوم، وذات يوم قال له صاحبه بلهجة صارمة: أيها الديك، إن لم تتوقف عن الأذان فسأنتف ريشك. فخاف الديك وقال في نفسه: الضروريات تبيح المحظورات، ومن الذكاء أن أتنازل وأن أنحني قليلا للعاصفة حتى تمر حفاظا على نفسي، فهناك ديوك غيري تؤذن. مرت الأيام واعتاد الديك على صمته، وبعد أسبوع عاد إليه صاحبه بتهديد جديد: أيها الديك، إن لم تقاقي كالدجاجات فغدا ستصبح وليمة للضيوف. فقال الديك في نفسه: الحكمة تقتضي التنازل، وحياتي أغلى من كبريائي. وبعد أسابيع جاءه صاحبه بتهديد آخر أقسى من كل ما سبق: أيها الديك، الآن إما أن تبيض كالدجاجات أو سأذبحك على الفور. عندها بكى الديك وقال: يا ليتني مت وأنا أؤذن. هكذا تكون سلسلة التنازلات عن المبادئ والقيم والأخلاق، تبدأ بالتخويف حتى تصل إلى مرحلة العبودية. فلا تنافق أحدا في مبادئك، ولا تتخلى عن مشاعرك لإرضاء أحد، فالتنازل الأول هو بداية السقوط.